بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا طبعا قبل أي حاجة أقول لكم عظم الله أجركم من البقاء لله في الشيف أسامة. محدش لا ست ولا راجل ولا شيف ولا غير شيف إلا لازم يكون اتعلم منه حاجة. الله يرحمه، يجعل مثواه الجنة ويجعل قبره روضة من روض الجنة، اللهم آمين. دلوقتي النهارده الطلب تاني الرز اللي هو بالخلطة، اللي هو زي الصيني بالظبط كده، اللي هو الرز الأبيض مسلوق، والفلفل الألوان، ومعاه شوية بقدونس، وبصل أخضر متقطع، شوفوا التقطيع بتاعه ازاي، وبعدين مشروم متقطع برضو بالطريقة دي حاجة هنعملها. والحاجة التانية ادي السجق بالتتبيلة بتاعته. ده الرز اللي طلبته ام فارس، والسجق فارس اهم. ودي الطماطم للسجق، وده البصل للسجق. وهنا عندي هناك حاطط على البوتاجاز شريم جمبري، وهنا قلب الكابوريا، تعرفينها طبعا، ده قلب الكابوريا هحطه على كل ده، ينزل على الرز على العموم يعني. اوكي، هو هيبقى رز بالسي فود هعمله. خلاص عشان نكون مع بعضنا ونعمله واحده واحده، ونقول توكلنا على الله، والف هنا وشفا مقدما. وعلى فكره برضو اللي طالب الرز بالسي فود وبإلحاح كمان، اللي هي ندى أم مسلم، وسليم برضو طلب، وعالية، وندى، والست ام عالية برضو عشان ما انساهاش. وفي اللي طلب السجق كمان انسه هاجر محمد عبد السلام، فاكر الاسم كويس قوي. اوكي، خلينا مع بعضنا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. خليكم معايا. اهلا بيكم. نسيت اقول لكم حاجه، 3 بيضات اهم، دول اللي هيتحطوا مع الرز. اوكي، وعندي طبعا الزبده. اوكي، خليكم معايا. طبعا انتوا شايفين معايا كويس. اول حاجه هننزل بيها على طول اهو الفلفل بتاعي، انزل بيه كده لان الرز مستوي مسلوق، هنزل بيها كده. وبعدين انزل بالبصل الاخضر اهو، مع كل ده لما يستوي ده مع بعضه. وبعدين المشروم، كده. وقبل ما احط التوابل بتاعتي والحاجات من دي، هحط عليه واحدة ماجي. اوكي، خليكم معايا بقى لحد ما يشد. راجع لكم تاني. ده الجمبري اللي قلت لكم عليه، يا دوب سخنت عليه. هنضيف عليه اهو وقبل اي حاجه، شفت وصلت لدرجه ايه دلوقتي؟ هعمل ايه؟ هنزل هنا بالبيض كده،
وبرضه هيتلف كده البيض معاه. وهنا هنستنى شوية لحد ما يشد معايا، ما يبقاش طري، عشان الرز لما ينزل ما يبصش معايا. خليكم معايا كده. انزل بالتوابل. عندي هنا خلطة التوابل اللي هي اللي انا بعملها. فلفل اسود يا جماعة مش كتير، ها. دوس حبة قد ايه. ده فلفل اسود، كزبرة خفيف عشان مش عايزينها تغمق. كزبرة لان احنا حطيناها. وبعدين ورق لورا خفيف برضو. خير خفيف. كمون. نص معلقة كمون. وانزل على طول الف كده، لان كده ميعاد الرز، لانها بص خلاص فرقت عن بعضها. انزل بالرز. واسيبها شويه وارجع لكم. هنا عشان اغير الطعم بحط شويه كاتشب. اوكي. واحط شويه صويا صوص، ها بس. وهنا ادي الجمبري شغال اهو، ومعاه الكابوريا اللي هي الكابوريا الصافيه. طيب نعمل كده بقى، وخليكم معايا. هي هنا سخنت تمام التمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بالجمبري وقطع البصل الطويلة بتاعتي، وقلب الكابوريا، وابتدي اقلبها اهي. كده بقى اظني دي تالت مرة نعملها. دي تالت مرة نعملها. اغطيها وتسخن شوية وارجع لكم. نيجي هنا على السجق. شفتوا انا خليت
هنزل الاول بالتتبيله بتاعتنا قبل ما انزل بالسجق. ها اه قبل ما انزل بالسجق. يا سلام يا سلام، نعم ربنا، الله اكبر. وانزل بشويه البصل بتوعي. خليكم معايا وارجع لكم تاني. ونزلنا هنا بالسجق، والسجق ايه كمان عليه نفس الخلطه. عليه نفس الخلطه. بس مش هنقلب بقى فيه كتير عشان ايه الميه بتاعته زي الكبده كده. شويه ونرجع لكم تاني. شوفوا بقى عامل ازاي اهو. اول تقليبه كده، ونيجي بقى نضيف عليه الطماطم. طماطمية واحدة، أنا شخصيا بحب أعمله. وهنسيبه تاني وارجع لكم. يلا نحط شوية توابل عشان انتوا معايا واحدة واحدة. ملح، ورق لورا، لا ده حبهان اللي انا حطيته على فكره، ورق لورا اهو، ورق لورا، شويه نعناع خفاف، كده، وادي شويه الكمون. حطينا مع بعض التوابل كده برضو اهو، عشان ما نبقاش عملنا حاجه لازم تكونوا شايفينها كلها. كده خليكم معايا. اخر حاجه بقى احطها، يلا شويه الفلفل الوان، ايوه كده. مش عايز اقول لكم الريحه، مش يعني مش عارف اوصف لكم، طب اوصلها لكم ازاي اللي لازم تعملوها ان شاء الله. خليكم معايا. قبل ما اخلص اهو اروح جايب الليمون واحط بس، خلاص. اديها تقليبه.
واستنى عليه 3 دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم، خليكم معايا. ادي الرز بالخلطة اللي طلب الرز بالخلطة، وادي السجق. اوكي، دي طريقتي في السجق. خلاص، يبقى كده نقول ايه؟ الف هنا وشفا. واشكركم، ونلتقي ان شاء الله على خير. واقول لكم ايه؟ الف هنا وشفا، ولا اله الا الله، وبارك الله فيكم. السلام عليكم.